هلو أنسي. هاي شهد، كيف حالك؟ الحمد لله، أنت كيف حالك؟ الحمد لله. نحن فين؟ أنت في ماي سيف سبيس. الله، طب جاهزة ال35 سؤال؟ جاهز. طيب إيش كنت تفكري قبل ما نجيكي؟ إذا حجيب لي الأسئلة ولا لا؟ إن شاء الله ما نجيبك. كيف تهدي أعصابك؟ I listen to music. تعال تفضل. يلا، شكرا. سمعت إنك تعزفي على آلات موسيقية، إيش هي ومتى تعلمتيها؟ بدأت أعزف قبل 4 سنين تقريبا، وأول آلة بدأت أعزف عليها كانت الكيبورد، بعد كده يوكليلي، بعد كده آخر شيء دحين قاعدة أتعلم عليه إلكتريك جيتار. حلو. كيف بيكون روتينك الإبداعي؟ أي شخص كريتيف ما عنده روتين إبداعي I would say. عندنا فوضى إبداعية وكرييت في الفوضى. كيف تطورت موسيقتك على مر السنين؟ مرة في تطور كبير، يعني لما أسمع لأول أغنية أنا سويتها وأسمع لآخر أغنية أنا مثلا قاعدة أشتغل عليها، قاعدة أشوف قد إيش أذني الموسيقية تطورت my skills and everything الحمد لله. حلو. إيش أغنيتك المفضلة اللي تعزفيها على الجيتار؟ خلينا ندوب بدأت أتعلم، فلسه ما أعرف ولا أغنية غير بيلا تشاو، فاستنوني أتعلم وأجيكم لو سمحتوا. كيوت، يلا نترقبك. أغنية قريبة لك شخصياً؟ مرة في أغاني كثير، أحس ما في أغنية معينة. طيب أغنية مفضلة بس في الكاريوكي؟ في الكاريوكي I'll Take Care of You by Beth Hart. أكبر مغني أو مغنية أثروا فيكي؟ كريس براون. يعني هذا الشخص أثر فيا من وأنا يمكن عمري 11 سنة ولا 10 سنين، وأنا أتفرج عليه when it comes to his music and art. He was an inspirational person for me، لأنه من وأنا صغير، من وأنا طفلة technically قاعدة أتفرج عليه، حبيت الرقص بسببه، حبيت الميوزك بسببه، فمرة he was a big part of me growing up when it comes to music and art. حلو. أصعب شيء بكونك عازفة ومغنية؟ كوني عازفة أحس العزف it's a skill الواحد بيتعلمه، فعادي. وبالنسبة للغنى عادي ممكن أنا أغني أشياء ما تكون أوريجينال إنها أغانية، فعادي ممكن أغني لأي أغنية، أحس عادي. بس when it comes to making music أصعب شيء is writing the lyrics، إني أنا أكتب كلمات الأغنية. هذا بالنسبة لي أصعب شيء، لأنه sometimes بيجيني بلوك إنه أنا ما نعرف إيش أكتب، فأحس هذا أصعب شيء صراحة. إيش شعورك لما الناس يلاحظوكي في الأماكن العامة؟ مرة انبسط، بس at the same time أحس إني كذا I panic شوية، أتوتر لأنه I have social anxiety، بس مرة انبسط صراحة. مين الفنانة أو الفنان اللي نفسك تتعاوني معاه؟ كريس براون. كنت حاسة. آلة موسيقية نفسك تعزفيها؟ طيب أنا دحين قاعدة أتعلم على جيتار، ممكن بعدها أحس إني أبى أتعلم على وايلن. حمستيني أنا كمان أتعلم. طيب مشروبك المفضل؟ سبانيش لاتيه من برو 92. يم. إيش هي طموحاتك؟ مرة عندي كثير صراحة، بس I would say إنه نفسي أسافر العالم، وكمان for this year اللي بسويه إني أنا أشتغل على صحتي النفسية. إن شاء الله، ليش لا. الله يا رب. إيش ألهم اسم سلسلة Young Auntie Talk؟ Young Auntie Talk. طيب أنا أصغر خالة وأكبر واحدة من الأحفاد، أصغر مني ب5 سنين، فما في فرق عمر بيننا كبير. فدائما بنات وولاد أختي يجوا ياخدوا نصايح من عندي، إنه أنا I'm the cool auntie الأصغر واحدة يعني، وكلهم teenagers وكذا. فحسيت إنه أنا لو متابعيني برضو في نفس أعمارهم، ليش ما أفيدهم كمان بالأشياء اللي أنا قد مريت فيها، فحبيت إن أنا أفيدهم. الله يخليهم لك يا رب، مرة حلوة الفكرة. كيف تختاري مواضيع الحلقات؟ بيست على أشياء أنا قاعدة أمر فيها أو الناس اللي حولي قاعدين يمروا فيها. حلو. إيش الدرس اللي تعلمتيه وتحس الناس بيتجاهلوا؟ أحس كل واحد فينا عنده طريق مختلف عن التاني، عادي في أشياء أنا ممكن أكون جاهلة فيها والناس فاهمين فيها، ممكن العكس، فما في شيء معين صراحة. إيش أكتر شيء تحبيه في بيتك؟ تعالي أوريكي. يلا. في عندك موضوع نفسك تغطيه في سلسلة الفيديوهات؟ for now أنا موقفة الصراحة، يعني أحس إنه I want to focus on myself، إنه أنا أبغى أكون شخص أفضل أول، لأنه كذا أحس إن أنا في area بحسن من نفسي أول قبل ما أعطي نصائح للناس.
فأحس لما أوصل لهذه الفقرة بعد كذا حرجع أشوف توبكس جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. خليني أوريكي كورنر. يلا. So this is the vinyl records and I love vintage things صراحة. هنا ما يوكليلي، الناس تحسبه جيتار بس هو اسمه يوكليلي. هذا أخذه معي في كل مكان حتى لما أجي أسافر. كذا very happy energetic كذا peaceful instrument. وهنا هذه painting أنا رسمتها، أنا مرة أحب العين الزرقاء صراحة، ومرة أحب شكلها يعني، فدائما تلاقوني أرسم عين زرقاء، ما هي فليف بس مرة أحب شكلها. عندنا هنا هذه البطايق حقت الأذكار دائما أقراها في الصباح، وهنا هذه البطايق حقت أسئلة وجودية، حتى I used to share it with my followers على سناب شات، إنه أنا أسأل نفسي هذه الأسئلة الوجودية عشان أتفكر، كمان أخلي my followers يتفكروا. مرة ما شاء الله ركن كيوت. خليني أضيفك، أنا ما ضيفتك. الله تسلمي. طيب حلقاتك عفوية ولا عندك نص جاهز؟ التوبكس أجهزها بس الحلقة نفسها تكون عفوية، يعني I would say إني أنا أجهز إيش التوبك اللي أنا حتكلم فيه، بعد كده أفك الكاميرا وأقعد أسولف. بحب أسولف، أنا أحب أسولف، بعد كده قصة وننزلها. شيء ما تعرف الناس عنك؟ أشياء كتير. I'm a private person، فأحس إنه مو شرط الناس تعرف عني كل شيء. الناس تعرف بس اللي أنا ببين له. حلو، بالذات إنك شخص اجتماعي. كيف تتعاملي مع صناعة المحتوى؟ أقسم وقتي I would say، يعني أنا لما كنت أصور يونغ أنتي توك كنت أخليها كل سبت التصوير، أصور كم حلقة أو كم فيديو، وبعد كده أسوي إديتينج وأنزلها على مدار الأسبوع. حلو طريقة تنظيمك. دام تحب السفر كتير، كيف يأثر السفر على موسيقتك؟ أحس ما له صلاح، لأنه كل شيء من اهتماماتي لي وقته. أحب السفر، أحب ميوزك، أحب الشم مرة كثير، فوقت السفر تلاقيني زي ما قلت لك أخذ اليوكليلي حقي معايا. I play و I sing، بس مثلا I'm not gonna create a new song وأنا مسافرة، هذه ليها وقتها كذا وأنا قاعدة في البيت مروقة وضد طقوسي الخاصة، فأحس إنه كل شيء لي وقته. أتفق. كيف توازني بين الشغل والترفيه في السفر؟ I panic and then I get the job done. هذا أهم شيء. تحب تسافري لحالك ولا مع ناس؟ على حسب إيش نية السفرة أو مود السفرة. كل سفرة دائما أقول إن الواحد لازم يحط نيته عن هذه السفرة، أبغى أروق، أبغى أسوي أدفنتشرز، أو إيش ما كانت نية السفرة. أحس أقدر أقرر وقتها إذا أنا مسافر لحالي ولا أبغى أخذ معاي ناس، وبرضه مو أي أحد، على حسب مود السفرة حشوف الناس اللي حولي إيش مودهم حافظهم معنا. يلا عشان تنبسطي أكتر، إيش كانت سفرتك المفضلة؟ زنزبار أحلى مكان في العالم، أحلى مكان في العالم. مو عادي كيف طبيعة، ناسها مرة طيبين بسيطين. أنا لقيت نفسي a new version of myself هناك. كيف كنت مرة مرتاحة في my own skin، كيف no makeup، لا accessories ولا brands ولا ألبس ولابسة البحر، أنا مبسوطة قاعدة أمشي بكتشف المكان وكذا. it was very like كذا self awakening trip، فمرة بالنسبة لي زنزبار my favorite. حمستيني أزورها. أفضل ملاحظة أو نصيحة جاتك من أحد؟ it's your story not theirs. إنها هذه قصتي، وأنا لو بسوي أي شيء في حياتي بسوي عشان نفسي، مو عشان أحد، مو عشان الناس كيف حتشوفني. حلو. شيء كنتي تؤمني فيه زمان بس رؤيتك تغيرت عنه دحين؟ بكلب عشان الإجابة مرة طويلة. يلا. أنا كنت أروح اللايف كوتش، ومن الأفكار اللي أخذتها منها which is completely غلط، دحين سويت هذا الشيء، إنه كل شيء انعكاس للي جوتي. يعني أنا في يوم إذا أنا ظلمت نفسي أو سويت شيء لنفسي، مثلا إنه أنا قلت لنفسي كلام مو كويس ولا أيا كان، حلاقي الناس اللي حواليا يقولوا لي نفس الكلام مثلا، ولا يكونوا انعكاسي. إذا أنا كنت رود مع نفسي حلاقي شخص رود معايا، which is completely غلط، لأنه في ناس already رود، في ناس هذول هم، إحنا مختلفين، إحنا بني آدمين، فمو كل شيء ححطه على نفسي وأقعد ألوم نفسي. فهذا من الأشياء اللي خلتني
يعني ماي انكزايتي إنه تكون ظروف، أو أنا شخص عندي انكزايتي، فحسيت إنه واو كيف يعني كل شيء أنا قاعدة ألوم نفسي. مرة كان جلد ذات مو عادي. فمن الأفكار اللي أنا الحمد لله تخلصت منها بعد ما بدأت ثيرابي بعد لايف كوتش. فأحس نصيحتي إنه لما تيجي تبدأوا مثلا لايف كوتش ولا ثيرابي ولا أيا كان الشخص اللي حيساعدكم تكونوا نسخة أفضل من نفسكم، اختاروا بعناية، عشان هذا مو شيء سهل. هذا ما هو شيء يعني تهدي مشاعركم، وقتكم، طاقتكم اللي بتروح هدر. فمو أي أحد تسلموا نفسكم صراحة. فايا الصراحة مرة أثر فيه الموضوع، شكراً على النصيحة عشان ننتبه للمستقبل. طيب أحلى ذكرى لك من سفر؟ أيوة كده، خلينا نفرفش الكيسة فجأة نقول صار أحلى ذكرى لي من سفرة زنزبار برضو. كان في جزيرة كذا تراب في نص البحر، تروحي لها ببوت ساعتين. سو بيسكلي كل اللي حوالينك بحر، ما في أي أرض ثانية. وكذا تراب في النص. أنا كنت قاعدة لحالي مروقة. كان أسعد يوم في حياتي، إنه I was like الدنيا ما تسوى، الحياة حلوة كذا. في غرة كان بسطة. فايا خليني أوريكي this is the electric guitar. الله، أنا قاعدة أتعلم عليه دحين. this is my mic. مرة كيوت. تستخدم السفر للهروب من روتينك؟ كنت، بس دحين لا صراحة. يعني كنت أشوف إنه السفر هروب من الواقع وروتين. دحين أحس إنه it's more of like I wanna enjoy it. شيء مستحيل تستغني عنه؟ شيء مستحيل. بما نتكلم على السفر والميوزك، فبتصير سفر وميوزك. حلو. كيف تتعاملي مع الإرهاق بعد يوم من الشغل؟ عندي طقوسي الخاصة. تلاقيني كذا أرجع البيت، أو حتى لو كنت قاعدة أشتغل في البيت تلاقيني قاعدة على الكنبة وأسكرول on تيك توك، وأقعد أسبام ماي فريندز إنه بمليون فيديو أرسل لهم ماي فور يو بيج كلها. صراحة مرة انبسطت على دي الفقرة. بعدين تلاقيني أسوي ماي سكين كير روتين، وبعدها تلاقيني كذا قاعدة I'm listening to music تكون كذا مروقة for the good energy. وكمان أحيانا الصراحة تلاقيني لو كنت كذا عندي كذا طاقة boost of energy، تلاقيني أشغل هيب هوب بعد. عجبتني الطاقة. كيف تكوني دائما واثقة من نفسك؟ You don't. والثقة صرت about the appearance، لأنه ربنا خلقنا في أحسن تقويم. it's more of like أنا أقدر أسوي هذا الشيء ولا لا. يعني زي ما وإنتوا جايين أنا كنت بقول أنا حجيب العيد ولا لا. it's more of like أنا أقدر أسوي دي الأشياء ولا لا. وعادي إحنا بني آدمين جينا ups and downs. أحيانا نحس إنه أنا أقدر ولا ما أقدر، وفي النهاية نقدر ونسوي كل شيء. فأحس إنه عادي، طبيعي، مرة طبيعي إنه نكون كذا 100% واثقين من نفسنا طول الوقت. فايا إجابة حلوة. وصلنا لآخر سؤال للأسف. إيش السؤال اللي نفسك الناس تسألك هو؟ صراحة ما في سؤال نفس الناس تسألني، هو عشان I share whatever I think I want to share. سلام. مرة شكرا على الاستضافة الحلوة اللي في بيتك الحلو، وانبسطنا معاكي ويعطيكي ألف عافية. الله يعافيكم، وأنا انبسطت معاكم. باي.